المشاهدين نديرو تتمة ديال الفيديوهات السابقة بالنسبة ديال التمرين ديال الدوال اللي كنا حبسنا. بين أن سي يقبل مقارب مائل دلتا بجوار بلس لانفيني، يتم تحديد معادلاته. فهاد التمرين هذا شنو تنديرو؟ تنديرو انطلاقا من الليميتات اللي قلنا تنحسبو، وباش نديرو مقارب مائل تنزيدو واحد الحساب، تنديرو الليميت ديال بلس لانفيني اف دو اكس ناقص اف ديال اكس، تنحسبوهم وتنشوفو شحال يعطيونا باش نعرفو واش هذا شيء يقبل مقارب مائل هاد الدالة هادي. دونك في هاد الحالة هادي شنو غنديرو؟ نبين أن سي يقبل مقارب مائل دلتا بجوار بلس لانفيني يتم تحديده. لدينا ديجا شنو حيت حسبنا في الليميت بلس لانفيني لقيناها بلس لانفيني تساوي بلس لانفيني. هذا شنو تيحقق لنا واحد الشرط اللي هو شنو؟ إذا سي يقبل فرعا لا نهائيا بجوار بلس لانفيني. دونك حيت عرفنا هاد الليميت هذا شحال تيساوي. دابا غادي نديرو باش نعرفو واش مقارب مائل يقبل مقارب مائل، غادي نحسبو الليميت ديال بلس لانفيني اف دو اكس ناقص اكس، تنزيدو ناقص اكس تنزيدو تنضيفوها على الدالة وتنشوفو شنو غتعطينا. حيت حسبنا زدنا على الدالة شنو اكتشفنا؟ بأن تساوي لنا في الآخر ناقص ليميت اكس اونفير بلس لانفيني ديال جوج على جذر اكس بلس ان. وهاد لا ليميت شنو عطاتنا الزيرو اوتوماتيكمون، حيت وصلنا لهاد القيمة ديال بأن الليميت بلس لانفيني تساوي الزيرو. ندوق المستقل على هاد القراية اللي تيدوزو في السما. فهنايا غادي نديرو التتمة. قالك بأن حيت حسبنا هاد لا ليميت اف دو اكس اونفير بلس لانفيني ناقص اكس، شنو غادي يعطيونا في الآخر؟ الزيرو. حيت عطاتنا الليميت ديال هاديك الدالة زيرو، ومن هو المستقيم ديال المعادلة إكغيك تساوي ناقص إكس راه مقارب مائل للسي بجوار بلس لانفيني. السي هو الميبيان ديالنا ديال الدالة، وهاد المقاربات هما اللي تيعاونوا تيكونوا تا هما في الميبيان باش يعاونوا كيفاش باش تشكل الطريقة ديال الميبيان ديال الدالة، وتنستنتجوهم انطلاقا من الليميتات باش تعرفوا حاجة عندها علاقة بحاجة، باش تعرفوا التتمة ديال كيفاش يعني الطرق متسلسلين باش نخرجوا الدالة كاملة. دونك دابا في هذه الحالة حنا وصلنا لهنا، عرفنا بأن يقبل مقارب مائل. غادي نجيو عاوتاني غادي نشوفو هنا شنو قالك ودروس الوضع النسبي للسي ودلتا. دابا غادي نعرفو الوضع النسبي بارابور، يعني واش او دوسو ولا او دوسو ديال الشرط ديال الدالة. دونك غادي نجيو هنا انطلاقا من هاد الحسابات اللي درنا لي ليميت والفروع اللانهائية تنكتشفو تنعرفو. هنا في خلال حيت ندرسو الدوال ديال سميتو ندرسو الوضع النسبي. دابا شنو غادي تعطينا؟ نشدو هاديك الدالة هي اللي عندنا شنو غتساوي؟ شنو اكتشفنا؟ لقيناها بأن أكبر من الصفر يعني موجبة، اوتوماتيكمون راه تابعة للدي دو اف اللي هو موازان بلس لانفيني يعني موجب. ومنه المنحنى سي يوجد شنو فوق المقارب المائل، يعني هنا فاش نعرفوا واش المقارب المائل واش فوق ولا تحت الميبيان ديال الدالة. الميبيان هذا هو شنو تنقولوا له الوضع النسبي ديال المستوى. دونك عاوتاني هادي باش ندوزو للمرحلة الثانية ديال الدالة ديال الإجابة على الدالة. عندنا هنا ثانيا هنا دابا راه تنديرو فيديو بفيديو، كل فيديو تندير فيه 5 دقائق وراه متسلسلين يعني غاديين متسلسلين. هنا قالك نحسب اف موان اف بريم الدالة المشتقة. دابا خصنا نحسبو الدالة المشتقة والاشتقاق عاوتاني، حيت كنا تنهضرو على الاشتقاق راه كل دالة عندها الطريقة ديال الاشتقاق ديالها انطلاقا من القواعد اللي تيكونوا عندنا في الدروس، وهادوك تا هما دابا ندير لكم الجدول ديالهم بوحدو فهذا باش تعرفوا الطرق راه كاين هنا انطلاقا من الامثله والطريقه ديال الحساب باش تعرفوا. واش غنشرح انا كيفاش يعني كل حاجه وشنو علاش تتفيدنا باش نحسبوا يعني اي حاجه علاش تتفيدنا باش نحسبوا، يعني باش دير لنا التسهيل ديال الطريقه ديال الكالكول. وكنت الهضره اللي تنقول مهمه اكثر من الكتابه باش تفهموا كيفاش نليو ما بين التمارين والتسلسل ديال التمارين باش نعطيو اجابه صحيحه اكزاكت. دونك الدوال كما قلنا الاشتقاق كل داله وعندها الطريقه ديال الاشتقاق ديالها. والتتمه ديال هذا الجزء الثاني نديروه بالنسبه للفيديو الثاني وبارطاجيو باش